السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم بالخير، مساكم بالخير، أزول في اللوان. بونجور بونسوار ميسيو دام. اليوم راح نكشف لكم الفريق نتاع الفيصة من الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كما كشفت لكم علي بالحاج المرة اللي فاتت مع المراكا في التليفون. اليوم نكشف لكم عبد الله أنس. عبد الله أنس بنوة، نوريه لكم باش نتفكركم فيه برك. عبد الله أنس هذا هو. صار عبد الله عزام، هاوليك هاو هنايا تشوفوا مع عبد الله عزام في افغانستان. هكذا هذا زعما هو الحاكم تاع العرب الافغان. اوكي، في الجزائر كان هو يطبع الارهاب ويجيبهم من افغانستان ويبعثهم للجزائر. عبد الله انس هادو اللي يحبوا يحكموا الجزائر، فهمتوا؟ ستادير باش تفهموا برك شكون هو عبد الله. هضرت عليه شحال من خطره. المغاربيه هو فيها، المغاربيه هو المومبر تاع المغاربيه مع وليد عباسي مدني وسامة مدني. كي نقولوا ما علاش تروحوا للمغاربيه يقول لك علاش انتم مع الدوله. معليش، شوف يا سي عبد الله انس قدام كل الجزائريين هكذايا، اليوم راه وسقت لك القناع هكذا. تبعوا مليح يا الخاوه. شوف هو هاد الشيباني، هذا الدوله هاد الجديده الارهابيه هذه اللي راهي حاكمه، اللي حاكمه سوريا، الجولاني والنص جبهه النصره هكذايا، راحوا تلاقاو مع الكيان الصهيوني في فرنسا مع لي زاميريكا باش زعما يتفاوضوا. ستادير رضخوا صاي بلاد مقسومه، وهما باش يقعدوا يحكموا لازم يديروا العلاقات مع اسرائيل، يعني ضد الشعب الفلسطيني واللبناني كاش، يعني ضد الدين. يقول لك احنا الدين والقدس، وحنا جينا طيحنا طاغوت هكذا، حاربنا بشار الاسد، طيحنا النظام السوري القاتل المجرم. اوكي، يا با بروبليم. دوكا ولاو ينيغوسيو مع الصهيونيه. بون كاين اللي يقول لك ما عندهمش الشوا. اي بصح علاش طيحت بلادك؟ طيحت بلادك باش تروح تنيغوسي مع هادو؟ لا عليه. شوفوا واش يقول هذا عبد الله انس في لاباج فيسبوك ديالو. واش يقول؟ راني نتبع فيك ما توجور اي ناس فيكم بالواحد. واش راكم تهضروا؟ باسكو سي امبورطون نتوما اللي حرضتوا على هذيك زعما الثوره السوريه، ثوره الشعب السوري وكذا، وما نعرف شنو حبيتوا ديروا زعما. دوكا راكم تسناو غير الجزائر كيفاش زعما طيح. تبعوا مليح. شوفوا يا الخوان نوري لكم لاباج فيسبوك ديالو واش يحط ديرنييرمون. شوف هو بشير انس، هاوليك شكون صاحبه مع امي انور هدام، وهذاك مصعب حمودي اللي وريته لكم مع المروكي هذاك يهضروا مع علي بالحاج. هذه ما نحلوا بها الجلسه. واش يقول على رونكونتر هذه بين الجولاني، الدوله تاع الجولاني القاعده وكذا، مع كيان وزير الخارجيه. دقيقه برك نعطيكم حفصه برك ما نسيت، نوري لكم اللقاء هذا ديجا. وشويه برك تقدروا تسيبوهم يهضروا عليه كامل، ما من لي جورنو تاعهم تاع سوريا درك راهم يهضروا عليه. شوفوا مليح. قبل الخوض في ملفات هذه النشرة نذكر مشاهدينا بهذه الأخبار العاجلة نقلا عن وكالة سانا التي تقول بأن الوزير الشيباني التقى في باريس وفدا إسرائيليا لمناقشة ملفات مرتبطة بتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري والمنطقة. أيضا تضيف وكالة سانا بأن نقاشات الشيباني مع الوفد الإسرائيلي في باريس تركزت حول خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري. أيضا تقول وكالة سانا في هذه الأخبار العاجلة أن لقاءات وزير الخارجية الشيباني مع الوفد الإسرائيلي بحثت مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء وإعادة تفعيل اتفاق عام 1974.
أيضا في ذات السياق تقول وكالة سانا بأن لقاءات الوزير الشيباني مع الوفد الإسرائيلي في باريس كانت بوساطة أمريكية في إطار جهود الحفاظ على استقرار سوريا. تبعوه، قال لك راحوا يتفاوضوا مع إسرائيل باش يقولوا لهم زعما نديروا الاستقرار، وما عنده والو، بلادو مقسمة. هكذايا هذيك الثورة السورية اللي يقول لك الشعب السوري ناض ضد الظلم وضد بشار الأسد، أوكي، راهم يماساكريو في العلويين، هكذا في اللاذقية، قتلوا لي دروز الخطرة هذية، الأكراد داو بارتي، تركيا داو بارتي، الروس راهم تما. تدري البلاد هذه هاد الشعب السوري هذا كي تنحي، شوف، تنحي العلويين، تنحي الدروز، تنحي الشيعة، تنحي الكريتيا، تنحي كاع هادو، واش قاعد في الشعب السوري؟ تسمى قاعد غير الارهابيين، تسمى هذا كاع شعب سوري نو، تنحي الاكراد وتنحي كاع هادوما، باسكو هادو كاع راهم يتقاتلوا معاه، حقروهم، غير قص اللي عندهم سلاح، ما قدرون باسكو الامريكان يساندوهم، دوكا الدروز راهم يساندوهم الصهيون. هكذا تسمى هاد الشعب السوري. شكون الشعب السوري هذايا؟ نورمالمون لو كان كاع الشعب السوري كان معاه نورمالمون، دوكا هذيك ما كانش فيها كاع كونترا، دوك يتحدوا يديروا بلاد. هذه هي ثورة الشعب السوري. تسمى الدروز ماشي شعب سوري نحولهم شلامهم، ماساكر داروا. عندي واحد لي فيديو لو كان تشوفوه ما تفهموا والو، ما نقدرش نوريوه في اليوتيوب دوماج، تشوفوا القتل يا خوتي. انا شفت فيديو حي سيد حي مربوط يديه موراه بسليك برك، الاخر يفتح له صدر وهو حي وياكل له قلبه حي. فيديو راي عندي في اللاذقية زعما العلويين اللي ماساكر دي فامي بناتهم. بعد يكون فيديو نوري لكم هذاك تاع المرصد السوري لحقوق الانسان اللي كان كونت بشار الاسد، دوك ولا كونتر عليهم بالوثائق والتخلك. هكذا ماشي سوجي تاعنا اليوم. الور سي عبد الله انس يكتب في لاباج فيسبوك ديالو هذا اللقاء هذايا، شوفوا واش يقول. لقد استوقفتني بعض التعليقات عبر هذا الفضاء الازرق وما جاء فيها من لهجه تخوينيه للجانب السوري. كيفاش خونوهم هذا بعد الأخبار التي خرجت للإعلام حول اللقاءات التي تجمع بين السوريين والإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة. ماشي الكيان الصهيوني من الإسرائيليين، هو في الأسابيع الأخيرة. بغض النظر عن محتوى هذه اللقاءات وعن حساسية النقاط المطروحة فيها والتي لا يستطيع تقدير السيئات والحسنات فيها إلا المباشرين لها او المكتوين بنيرانها، تسمى يتكوا هما اللي يعرفوا، تسمى هما حنا ما نقدروش ندخلوا روحنا، ما كاينش موقف زعما خيانه. تبعوا مليح. فان التفاوض مع الخصم او العدو المحارب، وسواء كان هذا التفاوض مباشرا او غير مباشر، فلا يمكن ادراجه او مناقشته ضمن خانه الحلال والحرام، او ضمن خانه الخيانه والوفاء والولاء كما جاء في بعض هذه التعليقات. ماشي خاينين. ايماجينيو نتوما لو كانوا غدوه تبون يقول لكم بون دوك نيغوسيو مع اسرائيل، نسيبو ان تيران دونتونت مع اسرائيل، واش يجي يقول هدايا؟ راكو تشوفوا الدوله الجزائريه طبع مع الكيان وكذا. كي جات في الجولاني تاعهم قال لك نو ما نقدروش نقولوا هذه حسنه ولا سيئه ولا خيانه ولا وفاء، لا 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 لا. كيفاش؟ هذا الوقت اللي راهم يقتلوا في الفلسطينيين بالجوع، وراهم يقتلوا في الدراري وفي النساء وريبوا كاع البلاد ويحبوا يهجروهم ويدوا البلاد، تجي اليوم تقول نتايا لا ما نقدروش نقولوا خيانه. يا اخي هادو اسلاميين كيما نتوما، وتحبوا الخلافه وتحبوا الدوله الاسلاميه والدوله الامويه وما نعرفوا شنو والقدس وهادي وكذا، وكانوا يهضروا يقول لك بعد سوريا نحرروا القدس ونديروا وكذا. دركا ولاو ينيغوسيو معاهم، يقول لك العدو المحارب تحاربوا نتايا، ماشي يحاربوا فيهم. زعما هو راح يدير الشونطاج للصهيون الامريكان، يقول من مهبول نتايا جاي قاعد في طابله باش يقول لي ما نخاوش تحبوا ندير باش ترضاو عليا. هاي القضيه وين راهي؟ يقولوا له تحارب حزب الله معنا في لافرونتيير الليباناز هكذايا، وهذه هي. وتسكت كاع واش يقولوا لك دير. عندك بلاد بلا سلاح، ما عندكش لا سلاح لا حتى حاجه،
منزوعة السلاح، ما تلحش الأكراد، ما تلحش للدروز، يديروا واش يحبوا. هاي هما رايحين يقولوا له ها واش لازمك دير. تما كاع الدول هادو مال قطر والإمارات والسعودية ومصر وكذا ما نيغوسيوش معاهم، محكمين فيهم. وهذا زعما الشرع راح ينيغوسي، واش ينيغوسي؟ واش ينيغوسي؟ ما عنده ما ينيغوسي، ما عنده والو في يدو باش ينيغوسي. يروندي يردخ للصهيون، استعرف بها ويقول هذا وانت راك معاه، راك تقول لا لا معليش يتفاوض معاهم مع العدو. بون، علاش ما تفاوضش مع بشار الاسد؟ كان عدو بشار الاسد، لا. علاش ما تفاوضش مع بشار الاسد اللي وليد بلادو؟ علاش طيحوا النظام كاع على السوري بمساعدة الإسرائيليين واسمهم الصهيون الأمريكان ولوطون كاع واش داروا السعودية كاع هادو الإرهابيين طيحوا سوريا باش من بعد يحطوها في حجر. ماشي غير ديكتاتورية، دي كريمينال. شوفوا واش داروا واش راهم يديروا في لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا. عنده بدا ضربوا له المينيستير لا ديفونس ديالو والقصر الجمهوري بومبارداوه غير كيما على جال السويداء. وتقول لا لا ما كان والو يتفاوض. واش يتفاوض؟ ما عنده والو في يدو باش يتفاوض، هما اللي حطوه. بوبيا تاعهم هذه فورد لونسيان امباسادور يقول لك حنا فورمينا. واليوم هاد الناس يا الخوا كانوا في التسعينات يقول لك حنا نحكموا الجزائر. شوف الخيانه كيفاش دايره. وكان برانسيب ستادير. اليوم كي ولا جزائري كيما هذا يقول لك انا مجاهد وحاربت في افغانستان ونحب الحق ونحب كذا، كي لحقت الجولاني باسكو منه هما اسلاميست كيما هو صحاب الخلافه وكذا الدوله الامويه، كي ولا مع هذا يقول لك نو هذا تاعنا هذا معليش يتفاوض سي انتيليجون. مال المروك كان تفاوض مليح وجاب لي باص تاعنا لي فرونتيير تاعنا مليح، كان نو سي انتيليجون نو سمي يتفاوض مع العدو. هما راهم يقتلوا. شوف كيفاش يقتلوا في الناس يا خاوتي. العالم كاع راه عندي يا صاحبي. لي زوروبيان بروحهم، لي زاميريكان الشعوب كاع كونتر عليهم، تحرقوا كاع. وانت تجي اليوم تصفق عليه تقول معليش يتفاوض. سبحان الله. شتو؟ لا لا معليش. بون جزائري تخم هكذا. اما لا حنا غدوه تبوني يقول لك يا الخوا بون باش نسقموا ليكونومي ونحبسوا المشاكل وكذا. يا خويا دوك حنا نتصالحوا مع اسرائيل، نتفاوضوا مع العدو. هذا راه يقتل في الدراري يا محمد. كيفاش تقولوا هذه سي عبد الله انس تحيري، كيفاش تقول انت باللي حنا نحاربوا الطغاة ونحاربوا الحكام والديكتاتوريه وكذا ما تفاوضتوش معاهم؟ نهار في الجزائر حبسوا البروسيس الكتورال برك حبسوا غير الفوت. تفاوضتوا معاهم؟ ما تفاوضتوش. جبتوا سلاح وكنتوا واجدين. والاوبيراسيون تاع قما انت موراها قبل لي زيليكسيون. وكي لحقت القزوز الصهيون والامريكان معليش تفاوضوا مع العدو. يا اخي رخصي. وتحبوا نتوما تربيو شباب وتحكموا بلاد ما عندكم حتى برانسيب. شوفوا من بعد لاسيري سير لو كاطو، شوفوا واش يقول يا الخاوه، تبعوا مليح. ولقد عاصرت بنفسي تجربتين حديثتين عن التفاوض المباشر مع العدو المحارب، حيث كانت الأولى بقيادة القائد الأفغاني أحمد شاه مسعود في وادي بنشير من جهة، وجنرال الجيش السوفيتي من جهة أخرى، وكانت الثانية بين الأمريكان من جهة وطالبان من جهة، بعد افتتاح مكتب الدوحة سنة 2013 دون مشاركة أي طرف ثالث. سيدي معليش هذه ما يهمناش. وكذلك هنا شوفوا كيفاش يمثل هاد الإرهابيين القتلة هادو هكذا اللي باعوا بلادهم للصهيونية بعد ما طيحوا النظام بمعاونة الصهيونية والأمريكان. ودوك نوريها لكم اليبوك ديجا هضرت عليها ونعاود نجبد لكم لي فيديو مازالهم هكذا، باش من بعد يبيع بلادو للصهيونية ويقتل في الفلسطينيين في العباد كي الكلاب يا صاحبي. الكلاب ما تقتلهمش هكذاك. ويقول لك لا شوفوا يمثلها بالثورة الجزائرية. شوف كيفاش سب الثورة تاعنا، تبعوا مليحة. وكذلك فاوضت جبهة التحرير الجزائرية المستعمر الفرنسي مفاوضات مباشرة في إفيان الفرنسية سنة 1962. تسمى دير انت لي زاكور ديفيان
كيما هادو مع إسرائيل، مع الصهيون. حنا الجزائر حاربناهم من وقت الأمير عبد القادر ملي دخلوا حنا نحاربوا فيهم. أعطيني رصاصة تيراوها هادو على الصهيونية، والو، مرونديين هادو، رونداو دوموندي ما يقدر دوموندي والو. حنا لي زاكور ديفيون حنا تاع الصح ربحناهم في الحرب، ما عندهمش مخرج. ابري 132 سنة تاع استعمار وحاربناهم من الامير عبد القادر حتى لعلي لابوينت، عمرنا ما حبسنا الاستقلال تاعنا. هما لي روندا قالك خلاص ما نقدروش نكملوا هكذايا، ودينا كل الاراضي الجزائريه داخل الحدود تاعنا بدماء خلصناها. ما تفاوضناش معهم اون بوزيسيون دو فيبلس، في موقع ضعف، تفاوضنا معهم في موقع قوه. جبرناهم الصحراء ما تدوهاش، قالك ندوها ما تديش الصحراء ولا نكملوا. هاو كيفاش تفاوضنا معاهم يا سي محمد، تفاوضناش معاهم كيما هذا راهو يدير، هذا راهو رضخ ما تحشمش. شتو واش حبوا يقروكم هاد العقيده اللي حبوا يبدلوها لكم؟ شتو هاد الناس كي نحالهم خالد النزار لي زيليكسيون قالك داك مجرم. نتوما المجرمين، الله يرحمك يا خالد النزار، الله يرحمك يا خالد النزار، كي نحيت لنا هاد لي فيروس هادو. هذا خبيث، انت خبيث يا انس، ما تحشمش تهضر هكذا. الشعب الفلسطيني يموت تقول لي نتفاوض مع العدو، تفاوض مع العدو اللي يقتل الاطفال، تفاوض معاه في موقع قوه. انت راك رابحو تقول له هكذا ندير، ما تفاوضش معاه، انت ضعيف. راهو ضعيف، ما كاش ما نحاولوش لومبارغو، قالوا نحولك لومبارغو، مازال ما نحاولوا والو حتى يرضخ رضوخ، ما كاش كيما هو رادخ دركا. هذا موش يتفاوض، راح يردخ، يعطلو لي كونديسيون. ها واش كاين واش ما كاش، غير كيما بومبارداو كاش ما ضربهم هو. احنا جبهه التحرير دارت فيهم بحال اخو، دون تو لي دومين، بوليتيك، دبلوماتيك، ميليتير، بروباغوند، كلش طربقناهم فرنسا، خرجوا اون مان دوفون اون مان دارير. فهمت؟ كاين حتى مفاوضات على الاستقلال تاع الجزائر، ماشي واش تحبونا نديرو باش تسمحوا لنا. ما تحشمش على ارضك تهضر على الجزائر هكذا. ما نكمل لك الفيتنام، مفاوضه الفيتناميون الامريكان، مفاوضات مباشره في باريس، غلبوهم الفيتنام. لو بلي غران تروماتيزم دو لارمي امريكان سي لو فيتنام. شبيك نتايا طاهم طريحه تاع الموت، خرجوا يديهم فوق راسهم. تكذب هكذا على الشباب تاعنا، تروح تقول لهم معليش تفاوض مع اسرائيل. بون لو كان داروها الجزائر انكرويابل. داير كيما دار الشيخ تاعهم عباسي مدني نهار قتلوا القذافي. اسمع واش يقول لي، مليح نعاودو نشوفوها باش تعرفوا شكون هاد الناس. وليت لكم علي بالحاج مع المروك، هذا مع الصهيون، ونزيد نوريكم عباسي مدني مع الناطو في قتلوا القذافي. شوفوا يا الخوة، نعاودوها مليحه. اسمعوا. أعتبر أن موقف أوروبا الجديد موقف بنى المستقبل لهذه الأجيال، لتكون المستقبل لهذه الأجيال اوروبا لتكون أجيال أمن وأمان، لتكون أجيال أمن وأمان تسمى نعطوا الاجيال تاعنا امن وامان. تبعوا مليح. وجهد واستقرار وبناء وتشييد مشترك في التعاون المتكامل بين شعوب المنطقة. هذا الموقف الجديد الأوروبي، ودون أن نستثني فرنسا بموقفها الذي اتخذته لصالح هذه القيم السامية الراقية
القيم الإنسانية التي لا تراعي حدودا في هذا الموقف الجلل ضد هذا الطاغية القذافي. سمعت واش كان يقول على القذافي والناطو الشيخ ديالو؟ دون أن تثني فرنسا المواقف الراقية. نعم سيدي، قتلوا القذافي. شوفوا هاد الناس شكون، شوفوا ويقول لك هادوك ضباط فرنسا قدامك، راك تشوفها بعينك، يقول لك هادو ضباط فرنسا، فرنسا ضباط فرنسا. هذا مالا ضابط تاع شكون هدايا؟ ولا هذاك انس كي يهضر على الصهيون؟ معليش يا با بروبلام، معليش يتفاوضوا. وعلاش يا سي عبد الله انس سي لا بريمير فوا يتفاوضوا معاهم مع الصهيون؟ لا لا، راك غلط. كي بدات الهرج على سوريا 2011 12 13 بداو يتفاوضوا معاهم، بداو يعاونوهم الصهيون ويداوهم في السبيطارات ديالهم. قبل دركا انتم كنتوا تصفقوا ثورة السورية، ثورة الشعب السوري، ثورة الشعب السوري. شوف نوري لك بالوثيقة ماشي لعب، شوفوا مليح يا الخاو. هذا نحيه، هذا نحيه، هذا نحيه. شوف نتنياهو هذا رئيس الحكومة اللي بنشكركم على العلاج وعلى الخدمة. يعني الخدمة لقيناها بإسرائيل أحسن من الأردن. في عالم أنا كنت على الأردن وطلعت ما كان في معاملة، يعني معاملتهم سيئة كانت معنا. سلامتك. الله يعطيكم العافية يا رب. مشكورين، الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. با 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 شفت كيفاش؟ شوف نزيد لك، شوف نوري لك باش تعرف. تقول تفاوضوا مع العدو، معليش، لا لا، هادو من زمان هما اللي يعاونوهم باش طيحوا النظام السوري، باش طيحوا سوريا، باش النظام السوري، باش باعوا سوريا اليوم. شوف مليح. وباكرة مو وثقت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية على موقعها على الإنترنت في فيديو نادر عملية نقل لواء جفعاتي لأحد المسلحين من منطقة يسيطر عليها تنظيم القاعدة في بلاد الشام، أي النصرة، بالقرب من معبر القنيطرة على الحدود مع سوريا. وذكرت الصحيفة أن الفيديو النادر جاء بعد أن سمحت الرقابة العسكرية ببثه وتتخلله لقاءات مع جنود الوحدة 210 وكتيبة الإسعاف في جفعاتي، مشيرة إلى أن عمليات نقل مسلحين نصرة إلى داخل الأراضي المحتلة تتم بصورة اعتيادية، وذلك ضمن آلية متفق عليها בين الجانبين. זוהי הפציעה ומתאר אותה בשפה רפואית, לא בטוח שהיא... عدد الجرحى من المسلحين بلغ حتى الآن 1600 جريح نقلوا بالتوافق إلى المستشفيات الإسرائيلية وتلقوا العلاج، ومن ثم عاد عدد كبير منهم إلى سوريا ليعاود نشاطه العسكري. وأشار معلق الشؤون العسكرية لصحيفة رومبين يتشاي وهو الذي أجرى المقابلات وصور عملية نقل الجريح من المعارضة وعملية إسعافه إلى أن الهدوء سائد في هذه المنطقة من الحدود، حيث تسيطر جبهة النصرة وتوجد وحدات وجهات تابعة لتنظيم داعش. وقال إن ليس من مصلحة المعارضين السوريين فتح أي جبهة مع تل أبيب، لأن مصلحتهم هي في الإبقاء على الحدود هادئة ومنع أي هجوم ضد القوات الإسرائيلية. با 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 شتو نزيد لك باش تعرف جبهة النصرة أصحابك شكون هما. ياك تقول معليش يتفاوضوا، ماشي من زمان هادي، ملي هما اللي كانوا يسلحوهم ويمولوهم مع السعودية والأمريكان ويداويهم يعاودوا يبعثوهم يموتوا.
شفت كيفاش؟ شوف نزيد نوريك. تبعوا يا الخاوة. القول ازدواجية المصالح بين إسرائيل وبين الجهات والفئات الأخرى العاملة في الطرف الثاني، حيث كانت من هي؟ المصالح وكما أشرت لا لحظة كانت المصالح فقط لكي نفهم ما هي هذه الجهات العاملة في الطرف لا الآخر؟ تتعلق بإسرائيل. سيد عليمة هذا التفاهم أو التفاهمات بين إسرائيل وبين من تحديدا؟ هل يمكن تسمية الأمور بأسمائها؟ من هي الجهات العاملة في الطرف الآخر؟ تقصد تنظيم داعش؟ لا ليست تفاهمات، وإنما جهات المعارضة، جبهة النصرة العاملة في وإنما جهات المعارضة، جبهة النصرة العاملة في الجانب الثاني من الحدود، جبهة النصرة العاملة في الجانب الثاني من الحدود، وتنظيم إرهابي أيضا التي قد غيرت وشكلت ائتلافات. صحيح، تنظيم إرهابي كانت هناك، لا نستطيع الحديث عن تفاهمات أو اتفاقات مكتوبة، وإنما نوع من التفاهمات غير المكتوبة الخفية. على سبيل المثال، إسرائيل فتحت المسار للجرحى للمصابين، منحت لهم العلاج الطبي، وكان هذا نوع من لجبهة النصرة. صحيح، وكانت هذه نوع من إبداء حسن النية الإسرائيلية أو نقل الرسالة بأنها غير معنية بما يحدث في الجانب السوري من الحدود. السياسة الإسرائيلية قالت منذ بداية الحرب الأهلية بأن لا شأن لإسرائيل في هذه الحرب، ربما هذا مما خلق نوع من المصالح المشتركة، ولكن علينا أن نتذكر بأن هذه المصالح في هذه المرحلة نستطيع القول ازدواج المصالح في هذه المرحلة. كنت تشوفوا يا الجزائريين، يا الشبيبة اللي ما على بالكمش علاش العسكر قالوا والو انتم ما تحكموش البلاد، خاطش خاونة. كنت تشوفوا بعينيكم اليوم واش راهو يهدر، راهو يقول لك لا معليش، الجزائر كانت تفاوضوا في إيفيان، الجزائر في إيفيان تمثل على هذا الإرهابي، تحت لابوزيسيون تاع المجاهدين والشهداء تاعنا مع هادوما. يهفكم واحد اللي ما يعرفش مسكين جان هكذا ما شفت، يقول لك صح عنده الحق، حتى الجزائر تفاوضوا مع فرنسايا، ماشي تفاوض هذاك. هذاك بعد معطيناهم طريحه مده 7 سنين الاخرين، امين عبد القادر وروح حمرنا مرض دخلنا لهم. هذا رادخ وش بيك مطبع، هذا خدموه لكم وحطوا لكم على راسكم وراكم تصفقوا عليه. قاعده كاع تاعهم نتوما كاع تاع الامريكان. هذا بروحه عبد الله انس كان يخدم مع الامريكان في افغانستان ضد الروس، ويقولها بفمو، عندي لي فيديو تاعو يقول لك نعم كانوا عندنا مصالح. تسمى غدوه لو كان هدايا صهيون والامريكان وفرنسا وكذا يقولوا نعاونكم نطيحوا الجزائر ونحطوك في البوفوار، يقول لهم نعم، يقول لك مصالحنا كيف كيف، من بعد نشوفوا واش راح يتفاوض معهم الجولاني. زعما يقول لك خلي بور لاستون سوريا راهي طايحه وما يقدر يدير والو. وعلاش طيحت بلادك؟ علاش طيحت بلادك؟ من الاول قلنا هادو خونه رايحين يطيحوا بلادهم ويعطوها للصهيون، وكيما كان الحاله رانا فيها وقسموها لهم كاع. دوك نتنياهو راه يقول مستعمر كاع العرب كاع ساكتين، ندي من الاردن ندي من مصر نحق حتى المدينه. قال لهم نتنياهو واش بكم عيناني هكذا هضره. واحد ما يهضر ما يقولش الجزائر حنا باسكو ما يقدرش جوستومون باسكو العقيده تاعنا بروب ماشي كيما هذا نبيعو كيما انت يا عبد الله انس، نبيعوك بين روحك اليوم. او دوك ولا انجليزي يعطيو له باسبور اونجلي يلبس الكوستيمات ويدير لي كونفيرونس لي زونيفرسيتي اونسيان تيروريست في الجزائر، ولا يدير لي كونفيرونس تاع واسطوانتي انجلاز واش حبكم راح يقول ترى عليه، يقول لك قول هكذا اسكت بيك صفق على الجولاني واسكت. هذا راح يقول لك علاش دار معاه، ما يقدرش واش بيك محكوم هذا. شفتوا القضيه ولا راهي؟ كي نقول لكم ردوا بالكم من هذا، كي بعدي بالحاج يهضر مع الماركه تليفون يقول له انت بلادك المروك، جزاكم الله خيرا. اون باسون ما كان حتى جرنا نهضر عليها، غير الجيري باتريوتيك لا وراوها في تلفزيون ولا والو. الله ما ممكن الشعب لازم يعرف شكون هذاك.
يحبوش ماسكين، ما نعرف علاش، جو سي با بوركوا. اسكو ما يحبوش يديروها باسكو انا اللي جبتها؟ يقول لك لا كيما شينا والله ما نحطها. ما كاش لانتيري تاع البلاد، كل واحد لانتيري ديالو. كاين لي جورناليست، وزير الاتصال هذاك تاعنا هذاك محمد مزيان، نورمالمون انفورماسيون كيما هذه فيديو نورمالمون تحطها في كاع لي تيليفزيون يشوفوها كاع لي زالجيريان باش يعرفوا شكون. ما كاش ابار الجيري باتريوتيك اللي هضر دار ارتيكل شفتو كيما هذايا درك هاتيك ما يهضروش عليه، غير الجيري باتريوتيك دوك يديروا عليها ارتيكل، دوك تشوفوا باسكو هادوك يخدموا تاع صح ماشي لعب. كيفاش كان يعاونهم تبعهم مليح، تبع نوريكم، تبع نوري لكم. واليوم نوريكم واحدة كاع تري انتيريسون، هذا الشيخ التميمي. هذه باش نثبتوا لك يا عبد الله انس بلي، شوفوا الشيخ التميمي، شوفوا الشيخ التميمي يا وليدي. إسرائيل مدت يدها للعرب بالسلام وللمسلمين بالسلام منذ مدة طويلة، والعرب والمسلمون غير قادرين على فتح الأرض في إسرائيل ولا على فتح بيت المقدس، غير قادرين تماما، لأن قوة المسلمين الذين يحيطون بإسرائيل لا تتجاوز ربع أو عشر القوة الإسرائيلية وقوة حلفاء الإسرائيليين، وبالتالي فالسلام مع الإسرائيليين فرض واجب على الدول التي تحيط بإسرائيل. والذي يكسر هذه الاتفاقيات السلمية التي عقدها المسلمون مع إسرائيل، وهي ضرورة للمسلمين، ضرورة لحماية أمن المسلمين قبل أن تكون ضرورة لحماية أمن إسرائيل. هذه الاتفاقيات التي عقدها الرئيس السادات، وعقدها الرئيس حسني مبارك، وعقدها الملك حسين، وكان يريد أن يعقدها الرئيس الراحل حسني الزعيم في سوريا. هذه الاتفاقيات لا يجوز كسرها ولا خرقها بحال من الأحوال، ولا استفزاز الإسرائيليين لا بعمليات قتل كالتي يسمونها العمليات الفدائية، علما أن عمليات الفدائية وعمليات القتل هذه لا وجود لها في الفقه الإسلامي. هذه العمليات التي تستفز بها القوات الإسرائيلية والدولة الإسرائيلية وحلفاؤها، والتي تعود دائما بالدمار على المسلمين، هذه العمليات محرمة، سواء 7 أكتوبر، سواء العمليات الانتحارية التي قامت بها حماس، والعمليات الانتحارية أصلا من أصلها حرام في الشرع. هذه العمليات التي قامت بها حماس لتعطيل تنفيذ اتفاق أوسلو بين ياسر عرفات وإسحاق رابين، هذه العمليات كلها محرمة ومدانة، والذين قاموا بها أناس مجرمون يريدون أن يورطوا أهل السنة في فقد حياتهم وتدمير ممتلكاتهم والاضطرار إلى التهجير من الأراضي التي هم فيها، الضفة وقطاع غزة وغيرها. لذلك السلام مع إسرائيل واجب. الذين يريدون منع السلام مع إسرائيل هؤلاء خونة لأهل السنة، وهؤلاء مجرمون يغررون بأهل السنة تغريرا تاما ويقودون شباب السنة إلى الهلاك. سمعتوا غير السنة طائفية، غير السنة برك، تسمى هادو حماس ماشي سنة، فلسطينيين تاع غزة ماشي مسلمين، ماشي سنة، تبعوا. هذا الكلام قلناه قبل 30 عام ونقوله الآن وسنقوله طالما أن إسرائيل تمد يد السلام للمسلمين. تمد يد السلام للمسلمين، هما يقتلوا في المسلمين كل يوم. كيفاش تفهموا؟ عبد الله أنس هذاك راهو كيف راهو يقول لك نعم معليش تفاوضنا مع الآخرين، تفاوضوا مع هادو. شتو القضية وين راهي الخاوة؟ بروبليم كبير هكذا باش تعرفوا شكون هادو ما تحت التسعينات. رضخوا باسكو علاش حبيبهم القاعدة ما لقاوش كيفاش يقولوا، والأخرين من هيك يقول لك كي ما يقدروش الجبن تاعهم، احنا جزائريين حاربنا الاستعمار 130، ما نقدروش نصفقوا على الاستعمار ولا نتفاهموا معاه، احنا هادو كاين مستعمر ما كاش الهضره في لا ديان تاعنا،
امبوسيبل. حد يهضر باسم المسلمين، هل احنا مسلمين كيما الاخرين؟ لا جوبونس با، مش كاينش. مش باسم الاسلام كاع، هضر لي باسم الانسانيه. الناس اللي يقتلوا دراري صغار كيما هكذا والفاميليات والنساء بالجوع والعطش يا حوتي، دوك تموت ابتي فو، هما كاع يشوفوا لي زاميريكان لوروب هادو المتحضرين كاع يخزروا واحد مزغد، والعرب بونكور كتر منهم يا، ويهضر لك باسم الاسلام. شتو علاش نقول لكم الجزائر اتونسيون اتونسيون اتونسيون، ورانا مفيزين على هادي جوستومون. كي ولاو اليوم الجزائريين يصفقوا الصهيون، يقول لك معليش طبع قبلوها الجولاني، معليش سي بون تاوعنا هذا. شوفوا نوري لكم كيفاش يهدر على الجيش الجزائري. تبعوا يا خوت النابية، شوفوا يا الخاوة، شوفوا المغاربية بيان سور نديرك. سوريا الجديدة هذه لا ترضي العسكر في الجزائر. يعني سوريا بالشكل اللي شفناه تم الاستيلام بطريقة سلمية، ولا يعني جيش بكامله فاسد انهار وهرب، فيش ولا قطرة دم. الآلاف المؤلفة من الناس اللي كانوا محكوم عليهم بالإعدام واللي كان محكوم عليهم بالمؤبد رجعوا إلى بيوتهم، والفرحة أنت ما لاحظتش. يعني الآن أنا اتصل ببعض الناس اللي محرومين من وطنهم، من سوريا، صار لهم 20 و30 و40 سنة نعرفوهم، يقول لك أنا مستنيين بفارغ الصبر متى يفتح مطار دمشق ومطار حلب، وإلا راح تشوف الآلاف المؤلفة بالعودة. شتو الخاوة الجديدة هذه لا ترضي العسكر في الجزائر. هذه لا ترضي بيان سور، ما ترضيش العسكر في الجزائر، ترضيك نتايا لي برو صهيون. بيان سور كو الجيش تاعنا حنا ما يرضاش. شتو واش حبوا يديروا بالجيش تاعنا؟ حبوا يردوه منبطح ويقول لك لا لان هذه بسلام وكذا. راهم يقتلوا في الغاشي في سوريا انكروا يا جماعه الخير، في الدروز اللي ماشي كيما هما. قال لك ما ترديش الجنرال تاعنا والجيش، بيان سور ما ترديهمش. حنا هذاك الجيش سليل الجيش التحرير الوطني ما يقدرش يمشي بيد الاستعمار كيما صاحبك الجولاني ولا عباسي مدني الصفق على فرنسا. هاملك هادو وهام الجيش تاعنا. فهمتوا القضيه وين راهي؟ هادو هما الفيس، هادو هما الاسلاميين في الجزائر اللي يحبوا يركبوا الموجه تاع الحراك، وحبسناهم ما كاش في لي فيديو ولي زارتيكل تاك طفاو. شتو الجزائريين ردوا بالكم، راه مولاو كاع خيان كاع. والله لو كان يصيب ماشي غير يدخل لك الصهيون للبلاد، باسكو ما قدروش الجيش تاعنا كي الصهيون كي هما، باسكو تاعهم تاع الصهيون هادو واش بيكم كاع تاع الصهيون. راكم تشوفوا بعينيكم، راكم تشوف بعينيكم الجولاني شكون هذا، والقاعده شكون، والاسلامويه شكون، كامل هما اللي فورماوهم، هما اللي داروهم من الخمسينات من سقوط هتلر، هما يخدموا بهم باش يضربوا لي بي كاع لي بروروس. هذوك الشيوعيين وكذا كيما قتلوا اسماعيل يفصح مسكين، قالوا انت كومينيست نعرفوك تحطاوها هي الخدمه تاعهم. ردوا بالكم يا لي جان يعكسوها لكم. هاو يقول لك على الجيش، تسمى الجيش الجزائري، تسمى القاعده خير من الجيش الجزائري. تبعوا مليح، قطره الدم ما كاش. الدم لا يسيل اليوم في سوريا ما تهمنوش. غدوه ندير لكم ماشي غدوه، هاد اليوم ندير لكم فيديو نوري لكم الناس هاي تحضر لي زوبوزون تاع صح لي يسون بوزي بشار الاسد قبل اللي يحلوا تاريخ الهادو كيما هادو لما يروحوا للمغاربيه زعما جانتيليكتويال وكذا، من هادو راهم يحلوا تاريخ الهادو باسكو غدوه لو كان زعما نقولوا بعيد شويه يسقط النظام وكذا، هادو هما اللي يدوا الحكم ماشي هادوك لي جانتيليكتويال اللي يجوا يهضروا زعما انتيليكتويال شاف دو بارتي كاع يهربوهم. واش بيك كيما داروا في سوريا كيف رماوهم كاع. واش بيك لي زونسيان اوفيسيي تاع الجيش الحر اللي هربوا لي ديزارتاو بارمي لي بروميي
ورفدوا سلاح ضد صحابهم الجيش السوري، راهم مرميين في تركيا. جاب الويغور وجاب الطاجيك وكذا، عطالهم دي كراد دوفيسي في الارمي هذه تاعو جديده. لي زاميريكان مع الاول قالوا تخرجهم، من بعد قالوا معليش خليهم. قالوا له هذوك لي زوفيسيين اللي كانوا في الطرق، قالوا له كيفاش احنا تربينا في الجيش وحاربنا معكم ضد النظام هذا، واليوم ما عندناش، احنا ما نلتواش بالجيش تاعنا والو، حاوزوهم واش بيك. ايه يا الخاوه، هاي انفورماسيون، هاي واحده اخرى وريت لكم الخبز ديالهم كيفاش داير. تهلاو في روحكم، جبهه تحرير تخلف الطار، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.